عارفين إن في قديسة معاصرة اسمها فوزية إسحاق من محافظة الأقصر؟ زمان، وتحديداً سنة 1932 اتولدت فوزية إسحاق في محافظة الأقصر من أب وأم كانوا بيحبوا ربنا جداً، وربوها هي وإخواتها تربية مسيحية حقيقية. وعشان كده ربنا بارك حياتهم، فكانوا هي وإخواتها دايماً من الأوائل، لدرجة إنهم أخدوا ميدالية الملك فاروق. ولما كبرت فوزية شوية دخلت الجامعة، وفي أول يوم ليها رجعت تبكي. أبوها سألها: إيه يا بنتي مالك بتعيطي ليه؟ قالت له: تخيل يا بابا، واحد كدب في الكلية. ودي كانت صدمة ليها، برغم إن الشخص ده كان غير مسيحي، إلا إنها ما كانتش مصدقة إن في إنسان بيكذب، لإنها عمرها ما شافت حد بيكذب ولا تعرف يعني إيه كذب. فاندهش والدها جدا، ونادى على اخواتها وقال لهم: تصوروا إن أختكم فوزية مش متخيلة إن في إنسان بيكذب في الدنيا، إزاي دي هتقدر تعيش وسط العالم بتاعنا؟ وده عشان كانت فوزية إنسانة بسيطة جدا وقلبها نقي بطريقة عجيبة. واتخرجت فوزية من كلية العلوم، وده كان سنة 1955، واشتغلت مدرسة كيمياء في مدرسة ثانوي، واتجوزت وخلفت. وفي يوم، وتحديداً يوم 9 مارس سنة 1971، صحت جوزها وقالت له وهي في منتهى الحزن: البابا كرولوس تنيح. فاستغرب جوزها وسألها: عرفتي ازاي واحنا في الأقصر وهو في القاهرة؟ فقالت له: أمي جات لي في نص الليل وقالت لي البابا كرولوس وصل عندنا. وفعلا أول ما صحيوا الصبح سمعوا خبر انتقال البابا في النشرة. وبعدها بفترة سابوا الأقصر وراحوا عاشوا في الإسكندرية، وهناك سمح ربنا إن فوزية تصاب بمرض السرطان وشلل نصفي، وكانت بتتألم من المرض آلام لا تحتمل. وفي يوم، وتحديداً أول أسبوع من صوم الرسل، جه أخوها لزيارتها وكان اسمه كمال. فسألته: هو النهاردة إيه في الأيام؟ فقال لها: النهاردة الحد. قالت له: أي حد؟ قال لها: حد العنصرة. راحت بصت له وقالت: وانت بقى يا كمال سيب صلاة السجدة وجاي تزورني؟ يلا أرجوك خد جوزي أنسي والأولاد وروحوا الكنيسة. وأصرت إنهم يروحوا الكنيسة ويسيبوها وحدها. وأول ما خرجوا وقفلوا الباب، فجأة انفتحت السماء، وفضلت فوزية فيها لغاية ما رجعوا من الكنيسة. وحاول أخوها يعرف شافت إيه في السماء، لكن كل ما كان يسألها كانت تغير الموضوع. وكانت فوزية أثناء فترة مرضها بتشوف رؤى كتير، وكان السيد المسيح بيجيلها شخصياً مرات كتيرة، وكان بياخدها بالروح ويخفف ألمها. وفي يوم ندهت فوزية على جوزها الدكتور أنسي وقالت له: الليلة دي أنا كنت مع المسيح وقال لي كفاية كده، انت أخبتي ألامك كلها وإكليلك جاهز. وده كان يوم 4 يناير سنة 1984. لكن فوزية طلبت من السيد المسيح وقالت له: معلش يا رب، أنا عارفة إن الآلام دلوقتي فوق طاقتي وشديدة خالص، بس أنت بتسندني، لكن أنت عارف أنا بحب ولادي قد إيه ومستعد أتحمل عشانهم، ونفسي يعيدوا في عيدك الميلاد والغطاس كمان وهم فرحانين، ومش عاوزة أكسر فرحتهم. وبعد ما يقضوا أجازة نص السنة مع زملائهم، أحب أكون معاك في آخر يوم الأجازة. وفعلا سمع ربنا لطلبها، ويوم الجمعة الموافق 27 يناير سنة 1984 انتقلت القديسة فوزية إسحاق بعد صراع مع المرض وآلام لا تحتمل، وتنيحت بسلام. بركة صلاة وشفاعة القديسة فوزية تكون معاكم في كل وقت وكل حين. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب يسوع المسيح، يا من سندت عبدتك فوزية في ضعفها وأعطيتها قوة تحتمل بها الألم، ورجاء وسط الضيق نطلب إليك أن تمنحنا قلبا نقيا مثل قلبها، وإيمانا بسيطا لا يعرف الكذب ولا الشر، وصبرا في التجارب، وثباتا في الضيقات، وأن نثق أن كل تعب له إكليل محفوظ عندك، وأن محبتك أقوى من المرض وأقوى من أي وجع. بشفاعة وصلوات القديسة فوزية اسند كل متألم، وعزي كل حزين، واشفي كل مريض، واملأ بيوتنا سلاما وفرحا.
لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.